ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. انا دلوقتي في دبي، يمكن المكان غريب شويه، ولكن عشان انا كنت بصور الاس 23 او سلسله الاس 23 من سامسونج الجديده. سامسونج دعتنا لدبي وشكرا جدا ليها عشان نقدر ان احنا نصور او نشوف قبل اي حد موبايلات السامسونج الجديده اللي هي سلسله الاس. طيب مبدئيا زي ما احنا عارفين ان كل سنه بينزل 3 موبايلات، الاس 23 والاس 23 بلس والاس 23 الترا. خلينا نتكلم عن الاس 23 الترا لان ده هيبقى اهم موبايل لسامسونج السنه دي. الموبايل ده جه بنفس تقريبا شكل ونفس الفايب كده بتاعه الاس 22 الترا بالظبط، ولكن سامسونج جت طورت فيه حاجات بسيطه جدا عشان يبقى موبايل كاوفر اول احسن. مبدئيا اول ما هتمسك الموبايل هتلاحظ حاجتين. اول حاجه ان فتحات الكاميرا كبرت وطلعت لفوق شويه، ولكن فتحات الكاميرا كبرت والبروز بتاعتها بقت بارزه شويه. تاني حاجه هتلاحظها في الموبايل وهي الحواف بتاعه الموبايل او الفريم بتاع الموبايل جه مبطط بشكل كبير جدا، وده بيديك ماسكه او بيدي الموبايل ماسكه اريح بشكل كبير جدا. الاس 22 كان كيرفد كده شويه من الجناب، ده فلات فمسكته هتلاقيها اريح. تالت حاجه هتلاحظها في الموبايل ده وهي الالوان الجديده. ضافوا اللون الاخضر زي ما انتم شايفين، لون حلو جدا، وعندنا اللون الاسود وعندنا الابيض. ولو قلبنا الموبايل على وشه هنلاقي شاشه اللي بتيجي بنفس الحجم بتاع السنه اللي فاتت بتاع الاس 22 الترا، وهي 6.8 بوصه، وبتيجي من نوع دايناميك اموليد 2 اكس 120 هرتز، بتدعم ال اتش دي ار 10 بلس، وبيوصل البيك برايتنس بتاعها ل 1750 نت، وده رقم كويس جدا جدا، ولكن يعتبر ان هي نفس الشاشه. يعني الشاشه بس اللي اتغير فيها هي طبقه الحمايه بتاعتها، دلوقتي طبقه حمايه من جوريلا جلاس فيكتس 2، ولكن غير كده هي نفس الشاشه الخرافيه طبعا بتاعه سامسونج. اتكلمنا عن الكاميرات، شكلها كبر وعرضت وحاجات غريبه كده. طب الشكل بس؟ لا، الكاميرات كمان او السنسورات كمان اللي جوه اتغيرت بشكل كبير جدا جدا. وفعلا احنا كان معانا في الاستوديو اس 22 الترا وقارنا بين الصورتين. الصراحه الاس 23 نقله كبيره جدا جدا في موضوع الكاميرات اللي اوريدي اصلا كان ممتاز جدا في الاس 22 الترا. يعني الكاميرا الرئيسيه هنا بدل 108 في الاس 22 الترا بقت 200 ميجا بكسل، السنسور الرئيسي بقى 200 ميجا بكسل، وعندنا كاميرا 10 ميجا بكسل تلسكوب 3 اكس، وعندنا كمان كاميرا 12 ميجا بكسل الترا وايد، و10 ميجا بكسل تليفوتو بتعمل لغايه زوم 10 اكس. يبقى عندنا 4 كاميرات، 212 الترا وايد و10 و10 3 اكس و10 اكس زوم. الموبايل كمان بقى بيصور فيديو بدقه 8K 30 فريم في الثانيه بدل 24 فريم في الثانيه في الاس 22 الترا. الصراحه الفيديو ال 8K من الموبايل ده بقى خرافي جدا، لان ال 24 فريم في الثانيه كانت بتعمل فريم سكيبنج او تلاقي الصوره كده مهزوزه او في حاجه غلط، لكن ال 30 فريم في الثانيه هتلاقي الفيديو اللي بال 8K سموث جدا جدا من غير اي مشاكل خالص. الحاجه بقى اللي اتطورت بشكل كبير جدا، وخلي بالكم انا بقول اتطورت مع ان رقمها قل، وهي الكاميرا الاماميه. فمثلا الكاميرا الاماميه بتاعت الاس 22 الترا كانت 40 ميجا بكسل، الكاميرا الاماميه بتاعت الاس 23 الترا بقت 12 ميجا بكسل. هتيجي تقول لي يا عم ازاي 12 ميجا بكسل؟ سيبك بقى من الارقام والكلام ده كله. لو بصيت على الصورتين جنب بعض، يعني لو صورت سيلفي بده وصورت سيلفي بده، هتلاقي الاس 23 الترا اتطور بشكل كبير جدا جدا. كاميرا السيلفي بتاعته حرفيا حاجه ما تتوصفش، يعني هتشوفوا طبعا هنجرب كل الكلام ده بالتفصيل في الريفيو الكبير، ولكن انا بقول لكم من دلوقتي ان هي من افضل الكاميرات الاماميه اللي هتمسكها في حياتك. حاجه كمان اتغيرت في الاس 23 الترا وهو البروسيسور او المعالج. عندنا دلوقتي السناب دراجون 8 جن 2، كنا شفنا الجن 1 والوان بلس، وبعدين الجن 2 جديد خالص. الجهاز ده نازل ب 12 جيجا رام و256 او 12 512 او في نسخه 12 جيجا رام 1 تيرا بايت ذاكره داخليه، فعندك طبعا ذاكره داخليه تكفي اي حاجه في الدنيا. والاول مره الذاكره الداخليه هنا تبقى يو اف اس 4.0 مش 3.1 اللي احنا كنا متعودين عليه. طبعا هنجرب كل حاجه في الفيديو النهائي ان شاء الله. اداء الجهاز طبعا انا ما جربتوش، ولكن معروف من غير ما اجرب، يعني سامسونج فلاج شيب، اعلى موبايل ليها، اعلى بروسيسور من سناب دراجون، اعلى رامات وذاكره داخليه، فتمام. يعني احنا مش محتاجين نتكلم قوي عن الاداء. اللي محتاجين نتكلم فيه هي البطاريه، فضلت زي ما هي 5000 ملي امبير، والشحن السريع فضل زي ما هو 45 واط. ارقامها في الاس 22 الترا كانت كويسه، ما كانتش وحشه خالص، وارقام الشحن السريع برده نفس الكلام، فهتلاقي تقريبا نفس الاداء اللي في الاس 22 الترا في الاس 23 الترا. طيب خلينا نتكلم بشكل سريع عن الاس 23 والاس 23 بلس. هما موبايلين تقريبا ما جوش باختلافات كبيره قوي، الا مثلا البطاريات بتاعتهم كل واحد فيهم زاد 200 او 250 ملي امبير. الاس 23 العادي بقى 3900 ملي
ملي امبير، والاس 23 بلس بقى 4700 ملي امبير، قرب جدا لبطاريه الالترا، وده رقم حلو جدا جدا الصراحه. الشحن السريع في الاس 23 بلس بقى 45 واط، والشحن السريع في الاس 23 العادي مازال 25 واط زي ما هو. طبعا الاثنين جايين بالبروسيسور الجديد بتاع السناب دراجون 8 جن 2، ولكن برامات اقل شويه، ممكن تلاقي 8 256 8 512 وبس كده. دي تجربه اوليه حبيت اقول لكم عن اجهزه سامسونج الجديده، وشكرا جدا سامسونج ان هي دعتنا لدبي. يعني انا بصور في بيت واحد صاحبي، فشكرا ان هو دعاني كمان اصور عنده، لان انا ما كانش فيه مكان اصور فيه. معلش بقى الكواليتي مش هتلاقوها طبعا افضل حاجه، مش زي ما احنا متعودين وكده، ولكن حبيت اقول لكم برده بسرعه كده عن الاس 23 او سلسله الاس 23 من سامسونج. بس كده قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، وما تنساش لو عجبك الفيديو ده تدوس لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع كل جديد انا بنزله. وكان معكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.